كانت الغرفة صامتة إلا من همسة الكمبيوتر الخافتة. العمل حتى ساعات متأخرة من الليل أصبح روتيني. لذا عندما دخلت أختي بهدوء وجلست بجانبي، كان وجودها اقتحاما غير متوقع. بدأت بمحادثة صغيرة تشكرني على أشياء لا أتذكر أنني فعلتها. كانت كلماتها محملة بحلاوة غريبة وغير مألوفة. شعرت فورا بتحول في الجو. لابد أنك تريدين شيئا، قلت أخيرا مقطعا المجاملات. أنت تتكلمين هكذا فقط عندما يكون هناك طلب ما. لم تنكر. أنت محق. جئت لأطلب شيئا. أشرت لها بأن تواصل قائلا: تفضلي، أنا أعرف كيف حالك. لكنها ترددت تلوي أصابعها بقلق. لا أعرف من أين أبدأ. اعترفت. قلت لها أن تبدأ من أي مكان، لكني أردت أن أعرف لماذا تلجأ إلي في مثل هذا الوقت المتأخر. حسنا، همست، لكنني أخشى أن أحرجك أو أن ترفض طلبي. طمأنتها. كيف يمكنني الرفض قبل حتى أن أعرف ما هو؟ ولماذا أحرجك؟ أخذت نفسا عميقا. أنت تعرف أني مطلقة حديثا، أو مأت منتظرا. حسنا، هذه هي المشكلة. لا أعرف كيف أقول هذا لك. ومع ازدياد صبري نفادا حثثتها على قولها فحسب. ما جاء بعدها جمني في مقعدي. بصراحة أريدك الليلة، صرحت بصوت منخفض لكن واضح. أطلق ضحكة غير مصدقة. ماذا؟ أتهزئين في منتصف الليل؟ هزت رأسها بعنف. لا، أنا لا أمزح، أنا جادة تماما. أترى أنني بالكاد أستطيع نطق الكلمات؟ بدأت حقيقة اقتراحها تغرق فيي. رعب بارد ينتشر عبر جسدي. لو كنت جادة، هل تعرفين ما تطلبين؟ كان ردها حازما. نعم، أعرف، لأنني أعرف لماذا أطلب. بينما استقر ثقل كلماتها، قدمت لي إنذارا مربكا يحاصرني بين الولاء للعائلة وخطر السمعة المجتمعية. ما هو الخيار المستحيل الذي وضعته أمامي؟ كانت حجتها منطقا معوجا. تركني أتماوج. أنت أفضل من غريب، جادلت. إذا رفضت قد أذهب لأي شخص أو أحضر أي شخص إلى هنا. وأنت لا يمكنك فهم وضعي. لم تكن أبدا في مكاني. اقتربت أكثر. صوتها ينخفض إلى همسة مقنعة. ستكون تسترا لي، تحميني. هذا أفضل من غريب. ولا تقلق بشأن أمي حتى لو اكتشفت. لن تغضب. ستتضايق لو فعلت هذا مع شخص خارجي. قد تكون حتى مرتاحة أنه أنت. كنت مصدوما. أتقولين لي أنك رتبت هذا بالفعل مع أمي؟ تراجعت بسرعة. لا، أنا فقط أقول في حال اكتشفت لا تخف. إذا وافقت فكل شيء بخير. إذا لم توافق فكر فقط في الأمر. كان الضغط هائلا تلاعبيا. لم آتي لأقول هذا بخفة. استمرت. أعرف ما أقول وأعرف نفسي. لن أستطيع الصمود أكثر من ذلك. لا أريد أن أجلب العار علينا أو يتحدث الناس. وأنت بين أصدقائك ستهدر سمعتك. صورت كلماتها مشهدا مدمرا. هيبة عائلتنا المحبوبة، المظهر المحترم الذي حافظنا عليه في مجتمعنا، ينهار كله بسبب فعل يائس واحد. جلست هناك مصدوم ومشوش تماما، بينما هي تضع أمامي هذا الخيار المريع. كانت تمنحني خيارا، لكنه بدا وكأنه لا خيار على الإطلاق. الاستسلام لمطلبها أو العيش مع ذنب أي طريق متهور ستسلكه بعد ذلك. دقت الساعة بصوت عال في الغرفة الصامتة، يمتد كل ثانية وأنا أكافح قرارا يهدد بتحطيم كل شيء. محاصر بحجتها اليائسة وتهديدها لشرف عائلتنا، واجهت خيارا مستحيلا. لكن ما هو التصرف المتهور الذي أجبرتني عليه سلوكياتها المتصاعدة في لحظة الضعف تلك؟ بينما جلست هناك مشلولا، لم تنتظر الإجابة فحسب. بدأت بالتصرف لمسات خفيفة، نظرات متوسلة، أداء للضعف والحاجة أضعف مقاومتي. أدى مزيج كلماتها، الساعة المتأخرة، الصدمة البالغة، والاحتمال المرعب للفضيحة التي وعدت بها،
إلى خلق عاصفة مثالية. في تلك اللحظة من الضعف والحيرة الشديدين، مدفوعا بخوفي من العواقب أكثر من الرغبة، استسلمت. لم أستطيع تأجيل الأمر. شعرت بأنه ليس لدي قوة للرفض. ومن تلك الليلة ألقي بي في دوامة لا تنتهي من الذنب والتواطؤ. أنا شاب في 26، غير متزوج. ما زلت أعيش مع والدي. أختي الوحيدة كانت قد تزوجت من عائلة صعبة. كان أقارب زوجها يتدخلون باستمرار. كانت حماتها شديدة القسوة، وقد اشتاقت بشدة لحرية بيتنا. كانت تشكو لأمنا يوميا قائلة إنها لا تستطيع العيش براحة مع زوجها، وأنها مراقبة دائما، حتى أنها كانت تستيقظ بوقاحة. حاولت أمنا مواساتها قائلة إن كل البدايات صعبة، وأنها مع الرجل الذي اختارته وأحبته. لكن شكوى أختي ازدادت فقط صوتا وتكرارا. استمرت في العودة إلى البيت، أحيانا لأسبوع، أحيانا ليوم واحد فقط. أمي وقد أنهكها التعب قالت لها أخيرا: لقد تعبت، لم أعد أعرف كيف أتعامل مع هذا بعد الآن. إذا كنت غير سعيدة، ابحثي عن حل يمنحك السلام، سأدعمك. لم تر أختي سوى طريق واحد. بصراحة لا أرى أي حل يريحني سوى طلاقه. كانت نصيحة أمي حذرة: إذا كنت تفكرين حقا في الطلاق، افعليه قبل أن تنجبي منه، وإلا ستتضاعف المشكلة. أكثر من ذلك لا يمكنني أن أخبرك ماذا تفعلين. أنت حرة، وأنت تعرفين ما هو الأفضل لك. بعد طلاقها عادت إلى البيت تحمل قلبا مليئا بالندم والأحلام التي لم تتحقق. لكن كيف أدى ألمها وضياعها المستمر في النهاية إلى جعلها تقف على باب غرفتي في تلك الليلة المصيرية. عندما عادت أخيرا إلى البيت للبقاء، كانت أختي عاصفة من الندم والحزن. ادعت أنها أحبت زوجها، لكنها كانت تعيسة بالحياة التي عاشتها، مراقبة باستمرار، غير قادرة على العيش بشكل طبيعي. كانت تحلم بحياة بسيطة وطبيعية معه، بأن تنجب أطفالا كل يوم. كانت تأتيني تبكي على ما فقدته، الأحلام التي عزيزتها، والحياة الطبيعية التي تاقت إليها بشدة لكنها لم تحققها. جعل هذا السياق اقتراحها في منتصف الليل أكثر إيلاما. لم يكن مجرد فعل عشوائي، كان انفجارا لشوق عميق لم يشبع، وشعورا مشوها بالوقت الضائع. في تلك الليلة وأنا أعمل في غرفتي، قدمت طلبها ليس كخطيئة، بل كحلا لوحدتها وكطريقة لاستعادة جزء من العلاقة الحميمة الزوجية التي شعرت أنها سلبت منها. اخترتك أنت، قالت، حتى لا تقول أن أختك فعلت شيئا فظيعا خلف ظهرك. وضعتني بين نارين، إما الموافقة أو أنها ستبحث عن شخص آخر. كلا، الخيارين كان مرعبين، حتى أنها ألمحت إلى أن أمنا قد توافق سرا. مفضلة هذا الترتيب السري على فضيحة عامة تدمر الصورة المحترمة التي عملنا بجد للحفاظ عليها. كانت عائلتنا معروفة بنزاهتها، خالية من القيل والقال والمشاكل. كانت فكرة أن نصبح موضوعا للإشاعات البشعة لا تطاق. عقلنت منطقها المعوج، ربما تكون محقة، ربما أنا حقا أفضل من غريب، ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية اسم عائلتنا. إذا كنا حريصين في بيتنا، من سيعرف أبدا؟ بعد كثير من التفكير المؤلم، مثقلا بخوف الفضيحة أكثر من أي شعور آخر، وافقت. داخليا لم أكن مقتنعا. كنت أعرف أن الذنب سيلازمني، وأنني أعبر خطا لا عودة منه، لكن البديل أن تفعل ذلك مع غريب، والعار الذي سيتبعه بدًا أسوأ بكثير. استسلمت لمطلبها لحماية شرف عائلتنا، لكن الذنب كان فوريا وساحقا. في اللحظة التي ظننت فيها أنني وجدت مخرجا لنا معا، لماذا رفضت بحزم طوق النجاة الذي قدمته لها؟ ما تلا ذلك كانت ليالي سرية مؤلمة
تشبه زواجا مشوها. بدت سعيدة، أو على الأقل راضية للحظة، بينما أتأرجح بين راحة عابرة وخزين عميق. كان الذنب حملا ثقيلا دائما على كتفي. بعد حوالي شهر ونصف من هذه الدائرة التي لا تحتمل، ظننت أنني وجدت مخرجا، حلا حقيقيا. وجدت رجلا صالحا، شخصا مستقيما وجاهزا للزواج، واقترحته عليها. يجب أن تتزوجي، قلت لها. هو رجل محترم، يريد الزواج ومستعد. سيكون لك بيتك الخاص، حياتك الخاصة. هذا كل ما قلت أنك تريدينه. لصدمتي وحيرتي التامتين رفضت. لم ترد الزواج منه، ولم تقدم سببا مقنعا لرفضها. السبب الحقيقي غير المصرح به، لكنه واضح، كان أنها أرادت استمرار ترتيبنا المحرم. لقد اعتادت عليه، بل ربما أصبحت معتمدة على هذه الديناميكية المشوهة. فشلت محاولتي لتحريرنا جميعا فشلا ذريعا. الآن أنا أكثر ضياعا من أي وقت مضى. لقد أوقعتني في معضلة لا أستطيع الهروب منها. أنا ممزق، عاجز، ولا أستطيع إيجاد السلام. أشارك قصتي اليوم، هذا الحكي بالضبط لما حدث، آملا في الحصول على وجهة نظركم. صاحب هذه القصة ينتظر رأيكم بفارغ الصبر في التعليقات. رجاء إذا كانت لديكم أي فكرة ساعدوه. ماذا يجب أن يفعل؟ كيف يمكنه الهروب من هذا السجن الذي صنعه بنفسه دون تدمير عائلته؟ لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. ربما تكون نصيحتكم طريقه الوحيد للخروج. محاصر في دائرة من تصميمها، سعيت للحرية بإيجاد زوج لها، لكنها رفضته. الآن دون طريق واضح للأمام تستمر الكابوس. إلى أين يذهب المرء عندما يرفض طريق النجاة الوحيد؟